السلام عليكم. تخيل تبقى قاعد بتخدم عميل، سواء بتديله كوتشنج سيشن او تدريب معين، وحد على الويب سايت بتاعك يروح يملى فورم التواصل. فتشوف انت الرسالة فتقول طب خلاص تمام هرد عليه بعد ما اخلص الجلسة. اليوم يخلص، تروح تاكل تشرب تقعد، بعدين اليوم يخلص تلاقي نفسك في يوم جديد. تبص تلاقي نفسك المفروض انك انت ترد على الراجل اللي بعت لك او على الشخص اللي بعت لك او الحد المهتم اللي بعت لك. فتبتدي تحس بالذنب، بتبعت رد مستعجل يكون كله اخطاء. العميل بقى بيكون شاف منافس تاني او بيكون مشي، فبتبدأ انك انت تبص تلاقي ان الشخص راح وسابك ومرجعش يكلمك تاني. في دراسات بتقول إن 80% من العملاء المحتملين بيضيعوا بعد أول يوم من التواصل. هو تواصل معاك في يوم، بعد 24 ساعة لو أنت ما تواصلتش معاه، في 80% من الناس دي بيروحوا منك، و90% منهم بعد يومين بيروحوا لناس تانية ما بيبقوش أشطر منك، بس الفكرة إن هو رد عليه بسرعة. في فيديو النهاردة إن شاء الله هنشرح الفكرة بالكامل، وإزاي إنك أنت تتجنب الرد اليدوي، لأن هو أحد مسببات إنك أنت تخسر عملاء مهتمين بالخدمة بتاعتك، وكانوا ممكن يبقوا عملاء بتوعك وراحوا لناس تانية زي ما قلنا، مش عشان أشطر منك، بس عشان لقوا حد فعلا يرد عليهم. أول حاجة هنتكلم عنها إن السرعة مش رفاهية. السرعة بقت قناة تسويقية، بقت عامل حسم، وأول حد بيرد على العميل المهتم بيكسب. ليه؟ لأن العميل ده دلوقتي هو في ذروة اهتمامه. هو بعت لك وهو حاليا مهتم، ممكن بعد لحظة تحصل له أي حاجة فيضطر إن هو يأجل، يضطر إن هو يمشي يروح يشوف حد تاني، لأنه محتاج اهتمام في اللحظة دي. فأول حد بيرد عليه، أول خبير بيرد عليه، بيكسب العميل ده. فلازم نبقى عارفين ان التأخير في الرد بيكلفنا، بيخسرنا حوالي 60 ل 70% من العملاء المحتملين. ده ليه؟ عشان احنا بنرد بايدينا فبنرد متأخرين، فالتأخير بيكلفنا. عشان كده بنقول ان السرعة بقت قناة تسويقية، بقت ميزة تنافسية. اللي بيرد في اول ثواني على العميل اللي في ذروة اهتمامه بيكسب حجوزات اكتر، ولو عندك نفس الجمهور ونفس المحتوى اللي انت بتقدمه. عشان كده بنقول إن السرعة ما بقتش رفاهية، بل بالعكس بقت عامل حسم. ودي أول حاجة المفروض إن إحنا ناخد بالنا منها. تاني حاجة، وإن التأجيل في الرد بيضيع علينا فرص كتير جدا. المشكلة إن الرد اليدوي ده إحنا عارفين إن هو بياخد مننا وقت كبير جدا، والمفروض إن هو بيضيع علينا فرص تانية، وبيضيع علينا إن إحنا ما بنبقاش عارفين إحنا ردينا على مين وما ردناش على مين. مشكلته في عدم الاتساق وعدم الثبات. وغير كده كمان المصيبة الأكبر بقى إن في أرقام، يعني لو سمعناها هنتخض، إن إحنا بنقضي حوالي 8 ل 12 ساعة أسبوعيا في الأعمال الإدارية، اللي هي الإيميلات وجدولة وجدولة اللقاءات والمتابعات اليدوية. دول يومين عمل كاملين بيتسحبوا من وقتك أسبوعيا من غير ما أنت تحس. وكمان غير إن هو الرد اليدوي بياخد وقت، مشكلته كمان عدم الثبات. ليه؟ لأن دلوقتي أنت عندك عميلين، واحد شغال معاك بالفعل، وواحد تاني المفروض ان انت ترد عليه. فانت بتسعى انك توصل للي ترد عليه الاول عشان تاخده كعميل جديد. وفي نفس الوقت العميل اللي شغال معاك بيلاقي عدم اهتمام في الردود بتاعتك او عدم اهتمام في الكوتشنج سيشنز بتاعتك، فانت بتلاقي انك عندك ديسكونكشن. بتبدأ تحس ان مفيش اتساق، مفيش ثبات. عميل بيلاقيك مهتم وعميل تاني بيلاقيك متأخر. فبتحصل هنا عملية الديسكونكت ازاي؟ ان كل واحد بياخد تجربة مختلفة. ففكرة انك تاخد العميل الجديد هيحس بنفس التجربة اللي يحس بيها العميل اللي عندك دلوقتي، لانك هتفضل في نفس الدايرة. الردود بتاعتك هتبقى عشوائية، في عدم ثبات وعدم اتساق في الردود، فانت بتضيع ثقة العميل الموجود عندك وفرصة اغلاق العميل الجديد. طيب المتابعة بالنسبة لنا حاجة مهمة جدا. عشان كده بنقول إن نسبة كبيرة من الناس اللي بتيجي تشتري مننا بتسيبنا وتمشي قبل ما تشتري. ليه؟ لأن هم عايزين أكتر من متابعة. عشان أخلي حد يشتري مني محتاج إن أنا أوصل له من 5 ل7 مرات. عشان كده لازم فكرة إن أرد بإيدي أو أتابع بإيدي ما تبقاش موجودة عندي، عشان هخسر عملاء كتير جدا. هتحصل عملية تسريب للعملاء، لأن زي ما قلنا لازم 5 ل6 تاتش بوينتس عشان العميل يبدأ ان هو يحس ان انا مهتم بيه، ويسمع مني اكتر ويثق فيا اكتر، وبالتالي يجي يقفل معايا الصفقة. فاحنا بنضيف سلاسل متابعة او ايميل سيكونس بتتبعت للعميل بعد ما يسجل، بعد 4 ساعات، بعد 24 ساعة، عشان بترجع لنا حوالي 40
ل60% من الحجوزات اللي هي راحت مننا بمجرد ما العميل تواصل معانا. وحاجه كمان ان نص الفرص اللي هي بتضيع مننا لما نيجي نقفل الصفقه، بتضيع مش لان العميل مش مهتم، بتضيع لان مفيش متابعه حصلت معاه بشكل متكرر. زي ما احنا شايفين هنا المراحل، ان احنا اول حاجه نبعت له رساله، بعد كده بعد 4 ساعات نبعت له رساله، بعد 24 ساعه نبعت له رساله. دي بتضيف نوع من التاتش بوينتس اللي نزودها عشان يبدا ان هو يشوفني في تكرار معين، بحيث ان انا ازود ثقته فيا اكتر ويقفل معايا الصفقه على طول. فاحنا لازم نراعي حته ان احنا يبقى عندنا ايميل سيكونس او متابعه، ما تبقاش مره واحده بس، تبقى اكتر من مره. بعد كده بنتكلم عن ان التواصل اليدوي ما بنقدرش نعمل منه سكيلابيليتي، او ما بنقدرش نتوسع على نطاق اوسع من اللي احنا فيه. بنفضل في نفس الدايرة بتاعتنا وبنفضل في عنق الزجاجة. المشكلة اللي حاصلة معانا دلوقتي ان احنا اي حد بيبعت لنا رسالة بنروح نرد عليه، ونبدأ نخدم العملاء اللي موجودين عندنا، وفي نفس الوقت نبعت اي حد بيبعت لنا نروح نبعت له. فبالتالي حجم شغلنا هيبقى محدود بحجم وقتنا وطاقتنا. ودي مشكلة المفروض ان احنا نتخطاها عن طريق ان احنا بقى ايه، نخرج من عنق الزجاجة دي. لان ده بيعمل لنا ايه بقى؟ الرسائل بتتأخر على العملاء اللي هم جايين جداد، الحجوزات اللي انا ممكن كانت مع عملاء بالفعل بتتنسي، المتابعات هتلاقيها بتضيع. وده بيحصل مع الناس كلها، ان المتابعة اليدوية هتلاقي الدنيا بتسرح معاك، بتلاقي ناس انت ما ردتش عليهم، تلاقي ناس انت حجزت معاك وانت مش فاكر انك انت تضيفهم في الكالندر بتاعتك، فبتعمل لك مشكلة انك حتى ما بتبقاش قادر تخرج من الدايرة اللي انت حاطط نفسك فيها. فبتفضل حبيس في نفس المستوى، بتفضل في نفس المكانة، ما بتتحركش. لا قلنا عشان خبرتك ضعيفة ولا عشان محتواك ضعيف، لكن فكرة المتابعة اليدوية دي عمرها ما بتكبر أبدا، وبتفضل في عنق الزجاجة. خامسا بقى ان الاتمته معظم الناس بتبقى شايفاها ان هي حاجه هتخليك انسان آلي، مش هتحسسك بالشخصيه، مش هتحسسك انك انت بشري بيتكلم مع بشري، هتحس ان انت بتكلم آلة. ودي مش حاجه صح. العميل مش مستني منك انك انت تكلمه كآلة، هو مستني منك ان انت تتواصل معاه بأي شكل ايا كان. انت دلوقتي لما تيجي تبعت له رد على طول اول ما يتواصل معاك، هو بيحس انك اهتميت بيه، فبيبقى جاهز ان هو يتواصل معاك ويرد عليك ويسمع منك الاوفر بتاعك. لكن لو انت جيت بعت له عشان تحاسس انك انت لا والله الاتمته دي هتخليني ما بانش ان انا شخص لشخص، هتبص تلاقي نفسك انت بتخدم عميل وعايز ترجع ترد على العملاء دول، فبتلاقي الرد مستعجل مليان اخطاء، بتحس ان الدنيا مش متظبطه، وزي ما قلنا بنفضل في عنق الزجاجه. فالمفروض ان انا بوازن ما بين الاتنين، انا بعمل رد يكون بشري، بس بخلي ادوات معينه هي اللي تبعت الردود دي، بحيث ان انا ما يبقاش الموضوع كله مؤتمت بشكل ان العميل فعلا يحس ان هو بيكلم انسان آلي. لا، هو بيكلم شخص، بس الشخص ده الفكره ان هو عمل المعادله الصح، ان هو قدر يرد عليه في وقت قليل، وحسسه ان هو مهتم بيه، وحسسه ان الاوفر بتاعه هو اللي هيقدر يخدمه. فهي الاتمته هنا بتدعم العلاقه الشخصيه، مش بتستبدلها بالردود الآلية. لو جينا اتكلمنا بقى على التكلفة اللي احنا لما نصلح الموضوع ده، ايه التكلفة اللي احنا هتبقى علينا والمكسب اللي احنا هنصلحه؟ زي ما قلنا احنا بنرجع حوالي 8 ل 12 ساعة بنستخدمها في الأعمال الإدارية، اللي هي ما بين المتابعات والجدولة والكلام ده كله والردود اليدوية. كل الحاجات دي بتكلفنا حوالي 8 ل 12 ساعة، احنا بنرجع ال 8 ل 12 ساعة. وكمان لما بنرد أسرع بقى، يعني دي الحاجات بقى المكاسب بقى، ان احنا بيبقى عندنا 40 ل 60% حجوزات اكتر من نفس المحتوى ومن نفس الجمهور. فانت قبل النظام، قبل ما تعمل سيستم يكون بيرد آليا على الناس ويكون بيتواصل معاهم مباشرة بمجرد ما يتواصلوا معاك، فانت بتقعد تجري وتطارد الناس في الرسائل، ولو ما بعتش حد بتحس انك انت زعلان، وبتبدأ انك انت تبعت له بسرعة عشان تلحقه قبل ما يسيبك ويمشي بقى يروح لمنافس. فبتلاقي نفسك بتبعت له الرسالة بتاعتك هتلاقيها مليانة أخطاء، وهتلاقي الدنيا مش أحسن حاجة. بعد النظام بقى انت بتشتغل من منطلق المكان الهادي والمنظم. انت بتبدأ انك انت تنظم الرسائل بتاعتك، تظبط السيستم كله، وبعد كده هي الرسائل تبتدي تنطلق بمجرد ما حد يتواصل معاك. فدي ميزة السيستم اللي بيرد آليا على الناس.
بيساعد كتير ان احنا نرجع الساعات اللي احنا بنضيعها، وكمان بيرجع لنا حجوزات اكتر، فبيرجع لنا وقت وبيرجع لنا فلوس، ودي اهم حاجة احنا محتاجينها. طب في النهاية بقى لازم تبقى فاهم ان احنا عندنا مشكلة، ان هي كل ساعة انت بتأخر فيها الرد زي ما قلنا بتكلفك فلوس وبتكلفك وقت، وكمان ما بتساعدكش على التوسع، مفيش سكيل، ما تقدرش تعمل سكيل للبيزنس بتاعك. هتقدر تعمل سكيل وانت ازاي وانت بترد على كل واحد؟ مفيش، مستحيل تعمله. فاحنا عندنا مشكلة ان التواصل اليدوي الناس فاكرينه ان انا لازم ارد عشان الناس ما تحسش ان انا آلة، لكن هو مشكلته ان هو بيضيع منك فرص كتير. الحل ايه بقى؟ انك انت يبقى عندك نظام متابعة مؤتمت يشتغل كنظام، يضمن ان اي حد يخش يكلمنا بيوصل له الرد مباشرة بدون بقى تأخير في الرد، وبدون ما، لان زي ما قلنا 90% من العملاء بعد 24 ساعة بعد 48 ساعة بيروحوا لمنافسين. طب ليه نسيبهم لمنافسين اقل مننا واحنا عندنا قيمة اعلى وخبرة اعلى ونقدر نخدمهم، بحيث ان احنا غلطنا غلطة ان احنا بس بنرد يدويا او بنشغل اعلانات رسائل وبنبدأ نخلي الناس ترد يدويا على الناس. فدي مشكلة كبيرة جدا ولازم ان احنا نحلها. لازم في النهاية عشان نوصل بقى للنتيجة الافضل ان احنا ما نخسرش عملاء المفروض كانوا يبقوا عملاء بتوعنا وبيروحوا للمنافسين، وكمان عشان احنا يبقى رجعنا الوقت ورجعنا الفلوس، وكمان قدرنا ان احنا نعمل عملية سكيل للبيزنس بتاعنا عشان يوصل لأبعد الحدود. ده كان بالنسبة لفيديو النهاردة. أتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا. لو احتجتوا أي حاجة اضغطوا على اللينك أسفل الفيديو، هتحجزوا معايا مكالمة لو انتوا عايزين أي حاجة تخص الأنظمة الخاصة بالمدربين والخبراء اللي هتساعدك تجيب عملاء مؤهلين بشكل مستمر وتخلي عندك دخل ثابت شهر ورا شهر. لو احتجت أي حاجة تقدر تضغط على اللينك وتحجز معايا مكالمة. أتمنى يا رب تكونوا استفدتوا. إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.